السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء السعادة على كل الناس اللي بيتابعونا على قناة الرحالة محمد المصري. النهارده احنا في فروع المصري بايك للدراجات وبنعمل ريفيو عن العجلة الجالاكسي الام 55. اخر اصدار نزل من شركة جالاكسي موديل 2023 2024. العجلة اللي معانا النهارده هي مقاس 26 وفي منها مقاس 29. الاول العجلة دي ماونت، التصميم بتاعها محترم جدا. الفريم بتاعها فريم قوي جدا جدا جدا. طبعا السمك بتاع الفريم ده مختلف عن اي فريم شفناه. والعجله عشان هي جبلي معمول فيها مزوده بدي كده علشان الكرسي بتاعها لو انت رفعته ما يحصلش فيه كسر او جطمه او اي مشكله. اول حاجه هنتكلم عنها عن مواصفات العجله. اول حاجه بنتكلم ان العجله ديت فيها شفترات تورن شيمانو تي اكس، وطبعا دي براند محترم جدا جدا. ده الشفتر الخلفي 8 سرعات، والشفتر الامامي برضو تي اكس من شركه من تورن شيمانو 3 سرعات. يعني بنتكلم ان العجله دي اول مواصفات فيها محترمه جدا. العجله طبعا كلها فول الومنيوم، مفيش فيها اي حاجه حديد، كلها فول الومنيوم. حتى الحاجه الحلوه فيها المره دي ان الفرش بتاع العجله ديت هو فرش من الالومنيوم كله كامل، مفيش فيه حاجه حديد. كمان مزود بلوك معانا هنا اهوت، تمام، ده لوك اهوت. ومعانا العجله بنتكلم في البرويل بتاعها، الكرنك بتاعها من ماركه برويل، الجشمه الخلفيه طبعا جشمه تورني شيمانو تي اكس دي طبعا حاجه محترمه جدا. وهنتكلم من الكاسيت بتاعها كاسيت شيمانو، ودي حاجه عظيمه قوي. العجله على كاسيت، حتى الصور بتاعتها الومنيوم كاسيت من ماركه شيمينج تي زد. الكاسيت طبعا زي ما قلنا ان هو 8 ترس 8 سنون، تمام. وعندنا الجشمه الاماميه هي تورني شيمانو، ودي طبعا حاجه كويسه. عندنا الكرسي بتاعها، الكرسي بتاع القعاد هو كرسي طبعا عريض شويه وفيه هوايه من النص. طبعا ده تصميم وديزاين كويس. كرسي مريح. الماسوره بتاعتها ماسوره 2 بوصه. طبعا بصوا الماسوره ومساحه الماسوره معانا عاليه قد ايه. طبعا احنا في نقطه وجزئيه مهمه جدا. الماسوره دايما لما تبقى موجوده في هنا ارقام وخطوط اهيت، تبقى دايما هي موجوده تحت اللوك عشان ما نعملش اي مشكله في العجله. العجله طبعا هنتكلم معانا ان السرر بتاعتها زي ما قلنا ان هي الومنيوم، سرر الومنيوم على رمان بلي. عدد السلوك بتاعت السره 32 سلكه. الطاره طبعا من ماركه جالاكسي الومنيوم مقويه. وتعالى نتكلم بقى على حاجه مهمه جدا. الماركه الكاوتش بتاعتها ماركه كاوتش من ماركه كندا، وطبعا مختومه هنا اهيت، دي مختومه اهيت بالكاوتش نفسه. مقاس هنا الكاوتش مقاسه هنا اهوت 16 في 195، وعمر الكاوتش والزمن الافتراضي بتاعها والصلاحيه بتاعت الكاوتش مكتوبه هنا اهيت برضو، تمام. طبعا كل المواصفات دي بنتكلم عنها عشان نعرفكم على الجالاكسي اللي هي دي الام 55 فريم من سلسله ام تي بي. طبعا الاكسل الخلفي كويك، تمام، والامامي نفس الفكره اظن كده. وكمان طقم الفرش بتاعها عظيم ومحترم من ماركه نيكو. دي ماركه محترمه جدا، شركه كويسه. فطبعا احنا عندنا المواصفات. كمان الرقبه بتاعتها من شركه جالاكسي، والرقبه دي بتختلف عن اي رقبه انا شفتها بصراحه. يعني بصوا على الرقبه دي كده، وهوريكم رقبه ثانيه. ودي الرقب اللي موجود في باقي سلسله العجل. طبعا دي رقبه محترمه ودي رقبه محترمتين، رقبه كويسه جدا يعني. مزوده طبعا باثنين هاندي بار او 2 قرون. الديزاين بتاعها انسيابي كويس. طبعا اللون اللي احنا بنعمل عليه ده لون نبيتي نص لميع، ماهوش لميع كامل ولا هو مط. الكتل بتاعت العجله، كتل العجله بتاعت الفرامل من ماركه جي ال اكس جالاكسي. الكتل الاماميه نفس الفكره. طبعا الكتله الاماميه 160 على 140، والكتله الخلفيه 160 على 180. طبعا العجله المقاس اللي احنا بنعمل فيه ده هي 26 مقاس
او كادر، قرب معايا يا احمد. هنا الكادر بتاعها مقاس 19. طبعا ده حاجه كويسه قوي. ده بيركب طول في الغالب من 170 ل 180 سم. يعني ده بسرعه ريفيو عنها كده. وبرده هنتكلم عن الجدول بتاعها. الجدول بتاعها من ماركه جالاكسي الومنيوم، والعجله زي ما قلنا ان هي كلها فول الومنيوم. شكرا لكل الناس اللي بيتابعونا على قناه الرحاله محمد المصري، الناس اللي بيتابعونا على بيتابعوا الريفيوهات بتاعه العجل. طبعا في سلسله كبيره جدا في موديل 2023 2024. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل ما هو جديد. معاكم محمد المصري، وما تنسوش تتابعونا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك للمحل اسمها فروع المصري بايك، اما الانستجرام المصري بايك، اما التيك توك الرحاله المصري، او تويتر الرحاله المصري. شكرا جدا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.